انت احنا الاسود، احنا الفراعنه. احنا الاسود، كان بغى يقول انتم الاسود، قال احنا الاسود، زعما على الاسود الاطلس، احنا الاسود واحنا الفراعنه. اسود افريقيا واسود العرب، كل المجالات. الشباب السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيانين. الدراري غادي نهضروا على المنتخب المصري الشقيق. بقى فينا داكشي اللي وقع ليهم، ولكن ما عندك ما غادي دير، هذه هي الحياه. صراحه انا بقاو فيا، ما عندك ما غادي دير الشباب زعما صراحه. والله الا بقاو فيا، ولكن اش غادي دير؟ خوتنا نتمنوا لهم الخير فيما هو قادم، كيما بقينا فيهم في كاس افريقيا اللي فات، تا هما بقاو فينا الاقصاء اللي وقع لهم مع الارجنتين. نشوفوا الدراري ردة الفعل ديال المدرب واللعابه، وبزاف ديال الهضرات قالت في الماتش. من بعد الماتش نشوفوا الشباب شنو تقال، ونحاولوا نفهموا كيفاش البلان. قبل ما نبداو الدراري، غادي نجبد معكم واحد الارشيف اللي يقدر ينفعنا في هذا التحليل اللي غادي نديرو في هذا الفيديو. غادي نشوفوا التصريح ديال حسام حسن مدرب ديال مصر فاش تقصاو من كاس افريقيا اللي تلعبت في المغرب. نشوفوا التصريح ديالو ونحاولوا نربطوه بهذا التصريح اللي دار هذا النهار. في غيره منه. فانا بالتالي احنا الموضوع مش فير. انا بقول مش فير. الموضوع مش فير، عقلوا على هذه، الموضوع مش فير. وفي نفس الوقت انا قلت البطوله امكانياتها كبيره، ولكن احنا كان في ناس مش عايزانا نوصل فاينل، والناس معروفه، المعروف اللي كانوا مالين الملعب دول والماتش كانوا ناس ما بغاوهمش يوصلوا للفينال، الناس معروفين ما بغاوهمش يوصلوا للفينال. اللي فات وماتش بينهم كان في ناس ليها نصيب، ليها دور كبير ان احنا ما نوصلش. فانا قلت لعيبتي انت عارف. دابا انا كيهضر على الجمهور. كاس افريقيا اللي فات كان الجمهور ديال اكادير كيشجعهم، فاش وصلوا الماتش ديال البنين الجمهور تقلب عليهم مابقاش باغي يشجعوا. صافي هو ربطها بنظريه المؤامره، قال لك في ناس برا الملعب ما بغاوش يوصلوا للفينال، وتيق النظريه ديال المؤامره ودارها في راسو، وراه كيجاوب بها في المؤتمر الصحفي. المهم هادشي كامل مش فيه. ايه؟ انت بعبع افريقيا، انت بعبع افريقيا. ما شجعوهمش حيت مصر بعبع افريقيا. انت احنا الاسود، احنا الفراعنه. احنا الاسود، كان بغى يقول انتم الاسود، قال احنا الاسود، زعما على الاسود الاطلس، احنا الاسود واحنا الفراعنه. اسود افريقيا واسود العرب، كل المجالات. فانا فخور ببلدي، فخور بالسبع نجوم اللي هنا. احنا 7 ستار، هي 7 ستار. نو بادي كان يعني. ستيفن ستار، 7 ديال الالقاب. ما نهضروش على الحيثيات ديال هاد الالقاب، انا هاد التصريح هذا جبدتو الدراري غير باش نحطكم في الصوره، باش نقارنوا مع التصريح اللي دار هاد النهار. المهم قال لك هادشي كامل مش فير، هادشي كامل ماشي بريء، و كانت مؤامره باش تقصى مصر. والغريب في الامر انه الناس في مصر والجمهور المصري تيقوا هادشي ودوزو مرور الكرام. يعني بلاصة ما يحلل سبب الخسارة وعلاش خسرتهم السنغال، مشى كيناقش امور اخرى. جبد شماعة علق عليها الهزيمة ديالو، قال لك في ناس ما بغاوناش نوصلوا، معليش هذه واخا نوضت شويه ديال البلبله، ولكن كتبقى افريقيا داز داك الشيء سلامات. معليش حسام حسن معروف، دوزوها. هاد النهار الدراري لعبت الارجنتين ومصر، وفي الغالب راكم كاملين عارفين السيناريو. في الدقيقه 80 يمكن كانوا باقي رابحين مصر بجوج لزيرو، كلشي كان كيقول مصر غتطلع. في واحد 12 دقيقه قلبت النتيجه الارجنتين، طلعت بثلاثة لجوج. وراكم عارفين يعني هاد السيناريو بحال هذا راه غادي يكون صعيب التقبل ديالو، وغادي يكون ردة الفعل. نشوفوا شنو قال الزميل حسام حسن في التصريح ديالو مور الماتش. يخلوا ميسي موجود، لكن احنا عملنا اللي علينا. بشكر لعيبتي جدا و... و... وبقول للجماهير المصريه والشعب المصري والعربي والافريقي، بقول لهم كتير من الاوقات ممكن تتعب وتعمل اللي عليك، بس في نفس الوقت في عوامل تانية خالص تبقى صعبه. لكن بقول لهم احنا كنت اتمنى ان احنا نفرحكم اكتر من كده وانا من النوع اللي ما بحبش خساره، ولما يكون خساره ظالمه. طيب انت قلتيها، الا كان من النوع اللي ما كيحبش الخساره،
هذه عاديه، هذه اغلبيه الرياضيين ما كيحبوش الخساره، ما كاينش شي واحد كيبغي الخساره، ولكن كاين واحد الحاجه سميتها تقبل الخساره، حيت مادام راك داخل لواحد المجال اللي هو الكره ولا اي مجال اخر، ولكن الكره بالضبط راه فيها واحد كيربح وواحد كيخسر في التالي. يعني ديك الفرضيه ديال الخساره راه كاينه، واخا انت ما كتحبش الخساره الفرضيه ديالها كاينه. وكما كتبغي الربح نهار تربح كتخرج بتصريح زين كان هادشي للشعب وبغى يفرحنا الشعب والمسائل. حتى هنا في الخساره الانسان خصو يكون حكيم وزعما يدير تصريح نقي، نشوف واش التصريح ديالو كامل، واخا راني كنتنبأ بالتصريح ديالو قبل ما يسالي. كلمة زي يعني زي اللي النهارده، انا يعني بقول لهم معلش ما تزعلوش، كنا نفسنا ان احنا نفرحكم اكتر من كده، والحمد لله على كل شيء. لكن كرة القدم فيها حاجة غير ما بيحصل في الملعب، في حاجات بتحصل غير الفنيات وغير غير الماتش. حتى لو احنا بنلعب قدام بطل العالم، لكن في نفس الوقت في مسانده من كل النواحي لبطل العالم، مسانده تسويقيه ايا كان يعني. ما اعرفش، هو ممكن يكون ممكن الموضوع بقى يبقى تسويق، يعني هو ممكن يكونوا عايزين يعملوا كاس العالم، عايزين يخلوا بطل الكاس العالم اللي فات يكون موجود. الا مشينا بهذه الفرضيه ديال التسويق، راه ما كنظنش كاين شي نجم زعما في العالم اكثر من، دابا نخليو ميسي، نشوفو رونالدو اللي طقطه. زعما لو كان الفيفا كانوا عندها اهداف تسويقيه بالدرجه الاولى، واش غادي تقصي رونالدو؟ ولا كتمشيو عاد بديك النظريه الاخرى؟ ولكن انا دابا كنمشي غير بالنظريه اللي قال حسام حسن تاع بغاو يحافظوا على الحامي اللقب يخليوه. انا كنشوف مصر حتى الدقيقه شحال، حتى الدقيقه 80 كانت رابحه ب2-0. زعما في 10 دقائق الفيفا شنو دار زعما على من كيحتجوا المصريين دابا شنو؟ واخا شفتهم كيلصقوا في الفيفا وكيقول لك الحكام والاخر، شنو بالضبط؟ واش الجول اللي تحيد لمصر هذاك راه كان فيه فوت قبل اللاعب، ما عرفتش على الفاريز ولا على من كانت فوت، رجع الحكم الفار حيدو. كيحتجوا على الجول اللي ماركات الارجنتين الثالثه كيطلبوا بيلانتي، هذاك راه اللاعب تدخل على صلاح كان تدخل عادي. وهذا الشيء بالخبراء التحكيميين، ماشي انا اللي كنقولوا، خبراء تحكيميين في بين سبور اللي زعما هي القناه اللي كنجيبوا منها التصريح هذا، قال لك ما فيها حتى شي فوت. ما هضروش كاع على شي تحيز ديال الفيفا ولا ديال الحكم. ما شفناش صراحه. وزعما ما كرهناش كون حسام حسن هضر شويه بالكوره، قال لك علاش خسروا كاسلوب لعب، ولا شنو دارت الارجنتين باش ربحات، ولا شنو دارت مصر باش خسرات، ولا شنو وقع في بلاصه زعما هاد النقاش هذا كامل. نكملوا الدراري. عايزين يخلوا ميسي موجود، لكن احنا عملنا اللي علينا. بشكر لعيبتي جدا، و... و... وبقول للجماهير المصريه والشعب المصري والعربي والافريقي، بقول لهم كتير من الاوقات ممكن تتعب وتعمل اللي عليك، بس في نفس الوقت في عوامل تانية خالص تبقى صعبه. لكن بقول لهم احنا كنت اتمنى ان احنا نفرحكم اكتر من كده. العرب بصفه عامه والافارقه، شفنا السنغال، شفنا مصر في كاس افريقيا، عندنا بلا ما نقول الجزائر مع الكاميرون، واخا ما كانوا جوج افارقه مع بعضياتهم. الجزائر مع الكاميرون فاش قال لك قاسامه صيفطوا الاتحاد الافريقي باش ما تطلعش الجزائر لكاس العالم. ما عمري شفت انا شي منتخب افريقي خسر في شي ماتش مهم وتقبل الخساره وجا وقال لك خسرنا لهذه الاسباب، مثلا ما لعبناش مزيان، ما كناش في نهارنا، ما قريناش الخصم كما خصو يتقرا. يعترف بنادم فين غلط ويمشي يخدم على الاخطاء ديالو ويجي مره اخرى ويحاول. مصر دارت انجاز مزيان، اول مره كتربح في كاس العالم منذ من اللي بدات كاس العالم، اول مره كتربح، اول مره كتوصل لدور 16. وزعما الله يجعل البركه، بنادم يخرج مرفوع الراس كما كيقولوا، ويديروا تصريح زين وجمعوا طويل. الارجنتين راه كانت احسن منهم في الماتش باش نكونوا واضحين. انا ما عندي حتى شي مشكل مع مصر، كانوا يقدروا يربحوا هذا الماتش صراحه، كانوا يقدروا. كان الماتش غادي في جهتهم، واخا الارجنتين كانت مهاجمه ومصر لعبه باسلوب عكسي، ولكن كان الماتش غادي في جهتهم الحدود دقيقه 80، وكون ربحات زعما يستاهلوا. ما غاديش نجي نقول ولا نناقش، ولكن انا كناقش دابا رده الفعل على الخساره، هذا هو المشكل. كيما كنقبلوا الربح نقبلوا الخساره الزميل حسام. الحمد لله احنا كنا احسن. و ونظريه المؤامره راه خصها تسالي اخدم على الاخطاء ديالك وروح مره اخرى شارك عاود، أه... استافد من هذا الشيء اللي وصلتي ليه هذه المره وراك تما بروفيتي.
بس الكرة لسه يعني انا شايف ان نوت فير بالانجليزي نوت فير ديال الجمله اللي قال في كاس افريقيا في المغرب. نوت فير. وبالعربي اللي بيحصل ده مش فير. احنا لينا اتلغى جون ما اعرفش ليه اتلغى جون، وبعد كده ما عرفش ليه يا حسام حسن. دابا انت المدرب ديال المنتخب والمطلوب في المدرب ديال المنتخب خصو يكون حذر في التصريحات ديالو. دابا التصريحات اللي دار يقدروا يجبدوا عليه بزاف ديال الصداع، وما غاديش يمروا مرور الكرام هاد التصريحات هادو اللي تشكك فيهم في النزاهه ديال الفيفا وفي التساهلات ديالها مع الارجنتين وفي الحكام ابار الرابور اللي غيكون داروا الحكام. هادشي راه ما غاديش يمر مرور الكرام ديال الزميل حسام. وانت راه كتمثل واحد المنتخب مصري ومدرب، يعني خص اللاعبين يشوفوك انت هو القدوه باش يقتديو منك، بلاص ما تجي دير هاد التصريحات هادو اللي ما عندهم حتى معنى. بهذا المعنى هذا ما تصريحات بدون معنى، ما غادي يفيدوك في حتى شي حاجه. وتصريحات يعني ديال دم سخون بنادم يلاه سالا الماتش، سير بعدا اناليز ديال اللقطه وشوف بعدا واش بصح كاين ضرب، واش تظلمتي في هذه اللقطه ولا هادي. انت دابا كتقول حيدنا جول حيت ما عرفتش علاش تحيدنا، راه تحيد لكم جول حيت في فوت على اللاعب الارجنتيني. سير. كنا ممكن نبقى 3-1 اتقلبت ل 2-2. الكرة البنالتي اللي اتشد جوه ال 18 شد الراجل، قلت لهم شكرا وتعبتوا في البطولة وعملتوا اللي عليكم، وانا راضي عليكم حتى لو في اخطاء حصلت، لكن انا راضي جدا جدا على المجهود اللي هم عملوه. راضي ان انا يعني اللاعبين غالبيه اللعيبه كلهم من الدوري المحلي المصري، فكل اللاعبين اللي موجودين زي ما انت شايف كله في المنتخبات الثانيه كلهم في محترفين في اوروبا دوري يبغي يلصق شي حاجه للمغرب. دابا راه غاديين بديك الهضره نتاع المغرب راه جايب المحترفين. قال لك انا راني غادي باللاعبين المحليين، عندي اغلبيه اللاعبين تكوين مصري، فهمت؟ ما عنديش محترفين. دابا كاع التبريرات معنا ما عندك لاعبين محليين، فيفا ظلماتك، الحكم ظلمك، ما قلتي لنا والو عليك انت وعلى مصر وعلى المنتخب المصري. ما قلتي لنا والو زعما شنو سبب الخساره، واخا غير شي سبيب صغير ما قلتي لنا والو. ومتعايشين مع الاجواء الاوروبيه، ومع ذلك احنا بلاعبين طبعا زي صلاح وعمر وهيثم بلاعبين محليين قدرنا ان احنا نجابه اي حد. لاعبين محليين وصلوا للدور 16، برافو عليهم. دور 16 بلاعبين محليين انجاز. اعتبروا الدراري اول انجاز افريقي يلا ديال اول منتخب كيوصل بلاعبين محليين للدور 16. اعتبروا انجاز الدراري يلا. وهنجابه اي حد وهنقاتل على هو دابا غيجبد لهم ديك مصر كبيره ومصر بعبع افريقيا. دابا هادي فاش كيدير هاد الحركه هادي كنعرفوا غيديرها. اسمع، تواجد الكره المصريه بشكل قوي ومؤثر على مستوى العالم، بس ارجو ان يبقى فيه فير. يعني ارجو زي ما انا قلت الفيفا شعارها فير بلاي ريسبكت. انا شايف ان يعني اتظلمنا في اول ماتش في بلجيكا، كان لينا ضربه جزاء، وفي الاخر النهارده نفس الشيء. فانا واخطاء قاتله ومؤثره، لكن انا بقول ان انا سعيد بفرقتي، وفي نفس الوقت بقول لجماهيرنا يعني من حقهم ان يفتخروا بان عندهم فريق بيلعب كرة محترمة ومش خايفين من اي حد. وفي نفس الوقت انا عارف ان طموحهم وطموحي اكبر من كده، ان احنا نوصل ابعد من كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ابدي يا حسام، ابدي يا حسام. راه نفس التصريح ديال كاس افريقيا، وخا العلاقه بين الاقصاء في كاس افريقيا والاقصاء في كاس العالم، ولكن نفس التصريح. ديما المظلوميه، ديما حكرونا، ديما مصر كبيره وكيتامروا عليها. ما عرفنا شكون اللي كيتامر على مصر الدراري، والله ما عرفنا شكون كيتامر عليها. يكون غير هاد ميسي داك المونغول يديرها هو اللي غيتامر عليهم، شكيت فيه. او الدراري ما فيها، بس نفكركم بواحد الفيديو. الاخوان ديالنا المغاربه اللي في واحد الكومونتير قبيله قال لي واحد السيد زعما ما ديرش الفتنه بين الشعب المصري والشعب المغربي. يا خوتي انا كان اناليزي شنو المعطيات اللي كاينين، ما كندير لا فتنه لا والو. وبونيس مني غادي نعطيكم واحد الفيديو في الفينال تاع كاس افريقيا بين المغرب والسنغال، واحد النموذج مصري شنو كيقول. الله اكبر يا سنغال، مسلمين الله اكبر. سنغالي صلوا الجمعه دول. ادي
ادي على قلبك، ادي ما غاديش نهضر، ادي ها هو نموذج، نموذج ديال الامين حوتيب، ها هو قدامكم، ما غاديش نهضر انا كاع، ما غادي نقول حتى شي حاجه، غير باش ما تجوش تكتبوا لي في لي كومونتير الفتنه ودوك الهضره الخاوي. واحد اخر مصري اخر، هذا عالم اخر عاود، هذا كيستغل داك النزاع بين المغرب والجزائر. اسمع. ولا مصر في المغرب مش في الارجنتين. خوا خوا يا اخويا جزائري. قال لك الهدف الاول لمصر في المغرب مش في الارجنتين، فرحه مصريه جزائريه. خوا خوا يا اخواتي يا جزائريين، على العهد، على العهد هناخدوا بطاركم. تريثي ولا كيتحمسوا كيتسرعوا، والتسرع خايب الدراري في الحياه، خايب بزاف التسرع، والله لا تسرعوا. دابا هادو الفيديوهات كاملين داروهم قبل ما يسالي الماتش، واش تيكون سبورتي بعدا. واحد اخر هذا جزائري عاود كيترجم هذاك الحب ديالو للمصريين، وبلا ما نشوف الفيديو انا غادي نقول لكم علاش كاين هذه المحبه بين الجزائريين والمصريين في هذه المرحله. دابا الجزائريين كيشجعوا مصر، علاش؟ حيت دابا المغرب هو اللي حاكم الافريق في كاس العالم، هو اللي عنده اكبر انجاز في كاس العالم في الافريق، وصلوا نصف النهائي. ودابا الجزائر عندها امل ضئيل في مصر انها تهرس ذاك الانجاز ديال المنتخب، انها توصل للنصف ولا الربع، باش على الاقل ما يبقاش المغرب هو ذاك المنتخب اللي عنده ذاك الانجاز. بحال فاش غادي تمشي معنا مصر تقرب، ولا بغيت تقرب توصل للربع، ذاك الانجاز ديال المغرب غادي يفقد القيمه ديالو على حساب الاشقاء. داكشي علاش كيشجعوا مصر. نشوفوا الفيديو شنو فيه. مصر الى الدور الثاني، عرفتها باللي يروحوا دوكا، بصح نضمن لك باللي يروحوا، كنت عارفهم باللي يروحوا. مصر الى الدور الثاني، هذا ماشي الدور الثاني اخي الزميل، هذا راه الدور الربع، ولكن ما مشاوش للربع. سير كنت على الهدف الثاني المنتخب المصري صار اول فريق افريقي عربي صح يشرفنا. ملي بدا اول فريق عربي افريقي كيشرفهم ملي بدا كاس العالم. كاس العالم في 1400 ما تعرف وين تا. ملي بدا كاس العالم في 1400، كاس العالم بدا في 1930، 1400 هجريه. ممكن الدراري كيهضر على الهجريه، باقي اللي يمكن كيتعاملوا بالسنوات الهجريه. مصر بجدارة واستحقاق أول فريق عربي يشرف العرب في كأس العالم في تاريخ كأس العالم. مبروك عليكم، فرحة من القلب خويا، أنقذتونا من واحد التطبيق تاع واحد البلاد. فرحه من القلب والبوسه، وانقذتونا من الطبيب. شوف، الا كان حسام حسن بغا يدير شي تصريح يديرو غير على قبل هاد النماذج هادو، راه هادو هما اللي خرجوا على مصر ما خلاوهاش تمشي للربع. ماشي والله ما ميسي ولا انفانتينو ولا الفيفا، هادو والله الا هادو هما اللي خلاو مصر ما تطلعش. مصر سير اخويا سير، بعدا هذا ما عندوش تبليط بحال داك لاعبي المحلل ديالو. العالم خلاص، احنا أبطال العالم، احنا أبطال العالم، يلا احنا مصر ولا الأرجنتين ولا أي حد. دابا هادشي قبل ما يسالي الماتش هما كانوا غيطلعوا غير الربع، دابا هادشي ما سالاش الماتش وكانوا غيطلعوا غير الربع. شنو كيقول لك حنا ابطال العالم، ما كاين لا ارجنتين لا والو، احنا مش شايفين حد قدامنا، ما كيشوف حتى شي حد قدامه. احنا مصر 3 اجوان في الأرجنتين 3، هذا اللي هنجيب برضو. احنا مصر في ربع النهائي غصب عنك انت وهو. ايوه حياة شهر صعيبة صاحبي، ولا الحياة صعيبة، كتجيب لك شي سيناريوهات بحال مفصلين. دابا بحال هاد السيناريو ديال الارجنتين وهاد الريمونتادا والطريقة باش ربحات، بحال مفصلين لهاد الفيديو هذا بالضبط، والله الا بحال مفصلين. سبحان الله. ايوا قبيله كيما قلت، المدرب خصو يكون قدوة للاعبين. فراه باين اللاعبين مادام المدرب خرج دوك التصريحات حتى هما يخرجوا بنفس الشيء. كم نوفير نو فير، هذه الجملة اتفقوا عليها، نو فير. ريفري نوفير، ظلم مبين وواضح. ما عرفتش صاحبي، كنشوف هادشي وكنبتسم، يمكن عندي شي خلل، والله لا يمكن عندي شي خلل الدراري في المشاعر. بيضيع مجهود ببلد كاملة من أول الماتش، هو جاي علينا. مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 الأرجنتين. بطولة موجهة، بطولة موجهة للأرجنتين. يا على التصريحات صاحبي، ونظرية المؤامرة مع الشالينة في الدماغ. ما اش غادي تقول له، المدرب ديالو كيقول لك المؤامرة والماركتينغ والتسويق وما عارف شنو، وما غاديش يتقصى بطل العالم. هذا كيقول لك بطولة موجهة للأرجنتين. ايوا شنو غتناقش معاهم، شنو غتقول لهم؟ يلا هضر معاهم انت، يلا اقنعهم.
هاد السيناريو فكرني في الفينال نتاع المغرب والسنغال، مصر هما السنغال والارجنتين هما المغرب، وميسي بالضبط ديك اللقطه ديال وليد الركراكي كيفاش مشى عند داك باب تياو كيقول له روح كمل معنا الماتش، هذه هي ديال ميسي. مصر كون ما كانش داروا داك القانون تاع منع الانسحاب، ففي الغالب كانوا غادي ينسحبوا ويخليوهم في الماتش. شو ميسي منيت وجا كيقول له شنو واقع زعما شنو كاين. شو هاد الرقاوي هذا مشى يحتفل قدام ميسي صاحبي، ميسي سنانو طاحوا بالكرة، السيد طاحوا سنانو بالكرة، كاس العالم 8 الكرة الذهبية تشامبيونز ليغ الليغا تروينة كحلة، اما خلا مادة. جاي هاد الرقاوي هذا كان كيلعب في الزمالك، مشى احترف في الدنمارك، لعب 5 ديال الماتشات ورجع لمصر، قال لهم عندهم البرد في الدنمارك شدني الاكتئاب، ورجع للاهلي. شوف كيفاش كيحتفل قدام ميسي، لكن العبرة بالخواتيم. البولكا كيبقى بولكا، قلة أدب الجمهور المصري كتب شي حاجة ولاد الكلب بيرموا علينا بيره. لما احنا دخلنا جوان ما عملناش فيهم حاجه. اول ما هم جلسوهم جابوا جون وتعادلوا. جلسوهم مخلطين. فاش ماركات الأرجنتين التعادل ولا الربح بقاو كيفرقوا كيلوحوا عليهم البيرة على الآخر على على الجمهور ديال مصر. الصراحة هذا ماشي تصرف نتاع الجمهور حضاري، والأرجنتينيين أصلا ما عندهمش جمهور حضاري معروفين. في أمريكا اللاتينية عندك الأرجنتيني، البرازيليين شوية، بس الأرجنتينيين معروفين مشمكرين مع راسهم من الآخر. بيرموا علينا بيره. بصوا الفانز الوسخه. ولكن راهم جالسين مع بعضياتهم راه بلا مشكل صراحة، ماتش مشحون ومرون، الأمن ما كاينش كاع، بعيد ولا ما عرفتش فين راه، صراحة بلا مشكل. ما خصوش يكون للتاريخ الجزائريين مساكن دايرين بحال سبيد، التوني اللي غادي يلبسو ما غاديش يصدق، ما غاديش يربح، لبسو كاع التونيات اللي لعبوا ضد المغرب ما ربحوش، ودابا كيلبسو التوني ديال مصر باش تطلع مسكينة صيفطوها. الله اكبر يرد مستمر. المغرب الدراري قولها وعاودها وشلل بها فمك، باش يقول لك شي واحد المنتخب المغربي يقول له ها بونجور ديالك. 1 2 ميسي راح فين؟ هادي بحال دوك الهبله اللي داروا السعوديين في كاس العالم اللي فات، ما عرفتش شنو كانوا كيقولوا على ميسي وهو يجبد عليهم تما الزروات، من داك الماتش اللي خسر مع السعوديه هو ماكتيفي ضد كاس العالم. هذه ما استفادتش من الطرش، قالت لك 1 2 ميسي راح فين؟ ايوا شفتو ميسي فين راح؟ ميسي فين راح؟ شفتو فين مشى؟ راه مشى الربع، وخلاكم تما كتقولوا نوتي فير 1 2 ميسي راح فين؟ 1 2 ميسي راح فين؟ ما عرفتش علاش كنفرح لهاد الشيء صاحبي. وهذه احصائيه بالنسبه للمنتخب المصري، واخا الاقصاء ديالو جاب واحد الاحصائيه اللي غادي تبقى محفوره في التاريخ واخا ما وصلش الربع. احصائيه قالت لك بات منتخب مصر المنتخب الافريقي الوحيد في تاريخ كاس العالم الذي يتقدم بفارق هدفين او اكثر امام حامل اللقب قبل ان يخسر المباراه 3-2. احصائيه غتبقى في تاريخ المنتخب المصري. يستاهلوا الشباب، والله يستاهلوا. هادي واحد بوصلة شفتو كيهضر مع الاخر مع الحاكم كيهز عليه اليد، كيشبه الصراحه كيشبه في هاد المخماو، والله الا عنده الصلعه ديال المخماو. شوف الجينات بقاو هما واخا الفيلم ديال هاد الفيلم اللي تصور ماشي ما فيهش ممثلين مصريين، ولكن راه جينات ديال المخماو. اطلق عليهم غضبك ولعنتك يا امون. الدراري هذا ما كانوا في اللايف، والله الدراري اللايف فيه ظريف، هضرنا فيه على البلان ديال المنتخب المصري. نتمناو المناسبات القادمه الانسان فاش يخسر يتقبل الخساره كما كيفرح فاش يربح. فاش يخرج يدير تصريح يهضر على شنو كاين في الكره، بلا ما نبقاو ندخلوا في هاد الحزازات وهاد النظريه، والنظريه ديال المؤامره بالضبط الاخوان خصها تحيد. ونتمناو التوفيق للمنتخب المغربي اللي كيشرفنا الدراري في هاد كاس العالم هادي، وان شاء الله غادي يزيد يشرفنا، وغادي نختموا بواحد الصوره ان شاء الله غادي تكون غتكون مسك الختام كما كنقولوا. بعد ما في 2022 كانت عندنا واحد التصويره رباعيه، عندنا واحد التصويره ثمانيه، وان شاء الله المغرب يبقى فيها فاش تولي رباعيه. عندك فيها فرنسا المغرب، نرويج انجلترا، ارجنتين سويسرا، وفرنسا واسبانيا بلجيكا.
والمغرب دائما حاضر ممثل القارة الإفريقية عن جدارة واستحقاق. الله والدراري، بون كوراج للمنتخب الوطني.